حوالي السلام عليكم. بما انه هلا طالع ترند الشوكولاته، شوكولاته دبي وكذا ومحشيه كنافه وكذا وكذا، حبيت اعمل لكم اكله بالشوكولاته. ما صارت اكله صحيه، عباره عن تمر وبسكوت وشوكولاته. اكله على الاول. فرجوا لي على هالصحن. شايفين صحن بنهدى لملوك باقل التكاليف وطريقه سهله، مكونات بسيطه، مكونين ثلاثه بس، ممكن تعملوه بالبيت بكل سهوله. وغير هيك ضيافه شي فاخر على الاخر، رح تعجبكم. طيبه وطريه، ممكن تنحفظ بالبراد عندكم يوم اثنين ثلاثه اسبوع عادي، يعني ما رح تنشف ما رح تخرب. تحفظوها عندكم بالبراد مع فنجان قهوه الصبح. عن جد انها اكله جربوها وما رح تندموا. تابعوا مع بعض الطريقه. تفضلوا. هلا المكونات اللي بدنا نشتغل فيها اليوم هي شوكولاته، اي نوع متوفر عندك. شوكولاته خام، انا اخترت شوكولاته سوداء، بامكانك انت تختار بنيه، شوكولاته شقره فاتحه، الشوكولاته المتوفره عندك. وفي عندنا بسكوت شاي علبتين، تقريبا العلبه فيها 180 جرام ل 200 جرام، فينا نزيد او ننقص عادي. علبتين كسرناهم بهذا الشكل، نص تكسيره يعني. تمام. في عندنا تمر مطحون، واذا مو مطحون، اذا ما لقيت مطحون بامكانك تجيب تمر عادي، اي نوع بتحبه انت بتفضله، يفضل انه يكون نوعيه جيده طبعا، وتنزع منه النواه وتطحنه. بدنا نحط بارضيه الصاج، هذا الصاج 60 ب 40، بدنا نحط بارضيته شويه سمنه حيواني. تمام. ندهن ارضيته ونحط العجوه فيه، بدنا نفوتها على الفرن. هي العجوه هلا بدنا نفوتها على فرن حراره 200 و 250 تقريبا الفرن. يفضل انه تكون حراره عاليه لحتى العجوه هي تاخذ لدعه خفيفه، يعني حرق بسيط جدا. طعمه الحرق كثير كثير طيبه فيها، او اللدع مو حرق كثير طبعا، يعني شيء بسيط. طبعا هي المكونات اللي حكيناها كلياتها بامكاننا نعدل عليها نحن حسب ذوقنا، يعني ما أنا مكونات تتقيدوا فيها 100%. الشوكولاته اي نوع متوفر عندك، البسكوت اي نوع بتلاقيه بالسوق ممكن تجيبه، ممكن تزيد بسكوت او تخفف بسكوت كمان قد ما بدك، على كيفك انت. العجوه بامكانك برضه تزيد او تنقص قد ما بدك، كمان هذا شيء اختياري. وفي عندنا شويه هيل، هي للمرحله الاخيره، هلا فرجيكم شو بدنا نعمل فيها. هي العجوه بتتحمل تضيف عليها حليب مكثف، بتتحمل تضيف عليها راحه، يعني شغله 200 جرام راحه ممكن تحط عليهم لهدول لما تحطها بالفرن. تمام. وبامكانكم هيك كمان بتطلع كثير طيبه. هلا انا ما استخدمت اي شيء لحتى اخفف عليكم، شايفين يعني ما أنا مكلفه ابدا. هي عباره عن شوكولاته، بسكوت، عجوه، شويه سمنه، ورشه هيل مطحون، يعني ما أنا مكلفه وما أنا كثير صعبه، بامكان اي حدا يعملها بالبيت. هلا بدنا نفوت العجوه على الفرن ونفرجيكم طريقه التحضير. هلا هي العجوه بعد ما قعدت معنا تقريبا 10 دقائق ربع ساعه بالفرن، شوفوا شلون تأمرت. شايفين هي اللدعه اللي عم بحكي لكم عنها، انه بدي اياها يكون فيها لدعه خفيفه. شايفينها؟ هلا بدنا نفضيها بطاسه ونقلب معها البسكوت. هلا فضيناها بس بحذر لانه كثير سخنه. فضيناها هي وسمنتها. بدنا نعمل لها تقليبتين ثلاثه مع السمنه. طبعا مثل ما حكينا بدنا ننتبه لانه سخنه كثير كثير سخنه يعني. هلا بعد ما قلبناها مزبوط مع السمنه نحط البسكوتات. طبعا لانه السمنه حيواني رح تكون نكهتها كثير كثير طيبه وتظبط نكهه العجوه. يعني اكله اقتصاديه، ما أنا مكلفه، وبنفس الوقت اكله صحيه، يعني ما فيها سكر، ما فيها. الشوكولاته فيها شويه حلو بس، والبسكوت حلو خفيف، يعني بتضل اهون من كثير اكلات حلويات. شايفين؟ هلا ما بدنا ننعم البسكوت على الاخر، ما بدنا ندعكها كثير كثير مع البسكوت، بس هيك شايفين اخذت البسكوت كلياته. شايفين كيف منظرها صار؟ هيك بهي الطريقه. وهلا بدنا نمدها بالصاج.
هلا في عندي هذا الصاج 60 ب 40، حطيت له ورقه نايلو ودهنته دهنه سمنه او دهنه زيت خفيفه جدا مشان تساعدني بمد العجوه. نفضي فوق منها العجوه كميتنا كلياتها. هلا بعد ما فضينا كل كميه العجوه، الجلده بمعلقه اي شيء عندكم ممكن تستخدموه لمده، لانه حرارتها كثير عاليه. وهلا بعد ما مديناها كلياتها هيك بشكل متساوي، كلياتها سماكه واحده، بدنا نتركها تقريبا من ربع ساعه لثلث ساعه لحتى تبرد، ونفرجيكم المرحله اللي بعدها. هلا بدنا نقلبها على قفا صاج ثاني. من النايلون اللي عليها. هلا هون الهيل اللي قلت لكم عنه، هيل ناعم، نعمل له رشه ونفركها هيك، نوزع الهيلات. الهيل مع الشوكولاته مع التمر بيعطي طعمه شغله على الاول يعني. شايفين؟ لو زودنا شويه هيل اطيب يعني. ويا سلام لو الهيل كمان شو جايبينه حب وطحنتوه عنكم، تطلع طعمته لسه مركزه اكثر بكثير كمان. شايفين؟ هيك اعطيناها هيل كفايه، بنرجعها هلا على نفس الصينيه. هيك رجعناها على نفس الصينيه. هلا الشوكولاته طبعا تبعنا ذوبناها بالفرن بالميكروويف مثل ما حكينا لكم، اخذت معنا 4 دقائق. بدنا نصبها فوق منها. يا سلام يا سلام، شوفوا لي هالمنظر، شوفوا لي هيك المنظر ما احلاه. طبعا كمية الشوكولاتة حكينا اختياري، بتزيدوا وبتنقصوا، هي شغلة بترجع لكم مثل ما بدكم تعملوا. بنمدها على الصينية بشكل متساوي. يا عيني يا عيني. هلا مدينا الشوكولاتة هيك بهذا الشكل، نعمل لها دقة. هلا بعد ما تأكدنا انه كلها صارت مساحة واحدة، بنزينها بالطريقة اللي بنشوفها مناسبة. انا عندي شوكولاتة بيضة، هي دايبة قبل ما تجمد، زينتها بشوية شوكولاتة بيضة هيك على الوش مع رشة فستق حلبي. اي نوع مكسرات بامكانكم ترشوا او بدون ما ترشوا كمان، هذا يعني منظر، اي شغله جماليه. هلا بدنا نحطها بالبراد تقريبا ثلث ساعه نص ساعه لحتى تجمد مزبوط، وفرجيكم طريقه التقديم. وهي هيك النتيجه النهائيه. شوفوا هيك ما احلاها، يعني صحن ملوكي وباقل التكاليف. شوفوا ما احلاه، شوفوا المنظر، عن جد انه شيء بشهي. حبايبنا هيك وصفتنا بتكون جاهزة، بتمنى تكون عجبتكم، بتمنى تكونوا سريتوا منها، وبتمنى نكون تطبقوها لأنه وصفة كتير سهلة. ولا تقصروا معنا بالمشاركة بتعليق حلو مثلكم، ولا تنسونا من الدعاء لنا ولكل المسلمين. السلام عليكم.